إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة إذاعتنا وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا. شكرا للمتابعة. إذاعتنا تقدم المسلسل الإذاعي حكاية ناس، تأليف وإخراج طارق عاشور. الحلقة 8. حرما يا شيخ عوض. جامع إن شاء الله يا جلهوم. هستأذنك يا شيخ عوض، هقوم أقول لأهل البلد كلمتين خير قبل ما يطلعوا من الجامع. انت عارف كله بيصلي الجمعة وجاري على بيته. اتفضل يا جلهوم يا ابني، ده بيت ربنا يا ابني مش بيتي. اتفضل طالما كلام فيه الخير للبلد. وادي أمي. أهل بلدي كفر الفاتح، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا من علينا وخلصنا من الظالم المفتري العمدة فايز اللي كان مشغلكم عنده زي العبيد في أرضه، وهو كان عنده أملاك يامه ملهاش أول من آخر. بس العمدة فايز عمل كتير للبلد يا سجلهوم، وكان اللي شغال عنده في أرضه بياخد أجره على شغله. دي اللي كان باين للناس يا أحمد أفندي، إنما هو كان ظالم وطلع لأبوه. انت لسه صغير يا أحمد أفندي وما شفتش اللي احنا شفناه أيام أبوه. والظلم ده ظهر دلوقتي بعد ما ساب البلد؟ ما طول عمركم كنتوا سند وظهره يا ولاد مانع. إلا بالحق يا أحمد أفندي، انت خلصت دراستك ولا لسه؟ دي آخر سنة ليا في كلية الزراعة. أول ما تخلص علامك يا أحمد أفندي شغلك عندي. انت هتباشر أراضي ولاد مانع كله وبراتب حلو كمان. وكمان بعرفكوا يا أهل البلد إني هبقى أني جلهوم مانع عمدة كفر الفتح الجديد، وده طبعا بعد ما شاورنا بعض أني وولاد مانع. على بركة الله يا عمدتني. الله يبارك فيك يا شيخ عوض. أني همسك العمودية دي عشانكم انتوا يا أهل كفر الفاتح. أني فلاح زيكم واشتغلت في الأرض بإيدي ومسكت الفاس يعني منكم وهحس بيكم. كده خلصنا من فايز يا عاصي. برافو عليك يا سونيا. فايز كان لازم يسيب كفر الفاتح بعد اللي كان عاوز يعمله ويقضي على المطاريد. اي حد هيحاول يوحد لازم يتدمر يا سونيا. وبالنسبة للعمدة الجديد اللي اسمه جلهوم، لازم يبقى تحت سيطرتك انت ومارك، ولو حاول يتمرد نشوف غيره على الفور. وبالنسبة لجاك، جاك ده بقى كارت محروق، وجوده زي عدمه. احنا خدنا خلاص اللي احنا عاوزينه منه. يعني معنى كلامك وجوده في كفر الفاتح ما بقاش مفيد. برافو يا سونيا، يعجبني ذكائك. تلمستك يا عاصي. انت ازاي تعين نفسك عمدة يا جلهوم؟ واني رحت فين؟ ده مش رأيي أنا لوحدي يا نصيف، ده اتفاق ولاد منع كلهم، واخوك سالم كان حاضر ووافق كمان. اهدي، انتوا كمان بتتفقوا من ورايا يا ولاد مانع؟ امال انا كبركوا ازاي؟ وانت كمان كنت حاضر يا سالم يا اخوي؟ كنت حاضر يا ابن امي وابوي؟ انت الكبير يا نصيف، ما قلناش حاجة، بس الأحق بالعمودية في الوقت دي هو جلهوم، وبرضك انت هتفضل كبيرنا. كبيركم بالاسم بس يا سالم، بس الظاهر اني ما بقاش ليا مقام عنديكم، ولا ايه يا ولاد مانع؟ مين قال كده يا نصيف يا ابن عمي؟ مقامك محفوظ طبعا، بس انت كنت عاوز تخلي رجب يبقى المسؤول عن الشونة والطحونة بتوع جاك. ايوه، هو ده كان الاتفاق ولازم يتنفذ. رجب وقف معانا هو ورجالته لحد ما كسرنا ظهر جاك، وفايز رحل عن البلد دي كلته. واحنا قلنا نشيل عنك الحرج يا حاج نصيف عشان ما تخلش باتفاقك مع رجب، وجلهوم بقى هو العمدة. انت كمان يا صبيح بقيت تتكلم على لسان اولاد مانع. ده انت حيالله يا اخي نسيبني، يا دوبك متجوز بنت عم اخت جلهوم، بقى ليك كلمة انت كمان. ايوه يا نصيف، صبيح جوز اختي وبقى واحد من ولاد مانع. ثم ان الموضوع ابسط من كده.
أنا العمدة بصحيح، بس انت كبيرنا برضك. هي بقت كده. خلاص يا جلهوم، هي بنت من أولها. بس خلي بالك يكون في علمك الموضوع ده مش هيعدي بالساهل يا جلهوم. يعني ايه يا حاج نصيف؟ بعد كل اللي عملناه جالهم يبقى هو العمدة ويبلع أملاك جاك كلها في كرشه؟ أنا مصدوم زيك بالظبط يا أستاذ رجب، واللي حصل ده كان من ورايا أقسم لك بالله. لو انت سكت انا مش هسكت يا حاج نصيف، انا ما يضحكش عليا. ومين سمعك يا رجب؟ طالما جالهم بدأ بالغد يبقاني مش هسيبه. قدمنا لكم الحلقة 8 من المسلسل الإذاعي حكاية ناس. الأبطال حسب سماع الأصوات: طارق عاشور في دور جلهوم، ياسر الأنصاري في دور الشيخ عوض، عادل الصاوي في دور أحمد، سارة محمد في دور مس سونيا، هشام سلام في دور عاصي، هشام كرم في دور نصيف، أدهم السقاف في دور صبيح، أحمد المليجي في دور رجب. حكاية ناس تأليف وإخراج طارق عاشور، تترات سمر عبد الفتاح، وإنتاج